النهارده هنعمل ريفيو مختلف تماما عن اي فيديو احنا عملناه في حياتنا. هتقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان الراجل ده كان عنده عربيه بيعمل وافل وفريسكا، ودلوقتي فتح لنا فرع في سموحه، ومش بس كده ده كمان فتح لنا فرع في البطاش. فيلا بينا نجرب. خلينا كده متفقين ان اللي بيسيبها على الله ربنا بيوسعها عليه. وزي ما انتم شايفين كده، من مشروع صغير بسم الله ما شاء الله لحد ما بقى عندهم محل واتنين، واول مكان عند محطه سيدي جابر، وتاني مكان في البطاش جنب الحرش. والراجل ده مش مجرد واحد بيبيع فريسكا وخلاص، لا ده بيخترع شويه اختراعات مش هتلاقي منها اتنين عند حد. وبالمناسبه كده هم اول ناس في اسكندريه اخترعوا الفريسكا بالشوكولاته. اما بالنسبه للفريسكا فعملوا منها اختراعات كتيره زي فتة الفريسكا وحاجات تانية كتير، واي اضافات بتحبها على الفريسكا هتلاقيها عند الناس دي. ده غير ان عندهم منيو كبير مهما اتكلم عليه مش هيكفي. واعتقد كده ان مفيش حد في اسكندريه ما جربش الوافل من عنده. ولو هنتكلم على الوافل فانا مش محتاج اتكلم، الصوره بتتكلم. وبعيدا عن الوافل والفريسكا، لا هم كمان عندهم بانكيك، وزي ما قلت لك كده المنيو بتاعهم كبير جدا، فانا مهما اتكلم على الحاجات اللي عندهم فمش هيكفي في فيديو واحد. الناس دي مبدعين بحق وحقيقي، ولان عندهم ضمير فكل حاجه بتتعمل قدامك من طاطا للسلام عليكم. وبعد كل اللي حكيته لك ده اسعارهم بسيطه جدا 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 بالنسبه لاي مكان تاني. فانا جاي لك من المستقبل عزيزي بقول لك ان انت هتدلع اخر دلع. واحلى حاجه في المكان ده زي ما قلت لك ان عنده فرع في اخر الدنيا في البطاش، وفرع يعتبر في وسط البلد، فمالكش حجه. وعنوانهم سهل وبسيط، من محطه سيدي جابر من ناحيه سموحه جنب النفق على طول، جنب محطه القطر.